نحاول نطفي. من صنعاء تبدأ قصتنا في ضجيج المدينة التي تغنى بها الشعراء عن جمالها وعن روعتها. نأتيكم اليوم لكي نروي لكم الجزء الغير مسموع والغير مصرح والممنوع من العرض. هذا هو شداد، مالك لأشهر محل حلبة في سوق الجملة. لقد من الله عليه بالرزق الوفير، فهو تاجر حذق وفطن ويراعي الجميع بأسعاره، ولم يسمع أحد قط أنه تلاعب في يوم من الأيام بالأسعار، فهو يعامل الله قبل كل شيء، فمن الله عليه من أوسع الأبواب. ودائما وكالمعتاد لابد أن يكون هناك منافسين بسوق العمل، هناك من ينافس بشرف، وهناك من يكون حاقدا وحاسدا يتمنى زوال نعمة الغير، ينظرون إلى الآخرين بحسد وبحقد وبكراهية وبطمع. أمثال غيلان الذي يملك محل بحلبة وهو شبه خاوي من الزبائن، يشتاط غضبا ويتمنى لو بيده الأمر أن يتخلص من شداد بأي طريقة ممكنة حتى يكون هو المهيمن على السوق. يا هلا. يا مساء الغدر، قلت بتتصل لي لما تجهز، بس شكلك عادك بتدور الشيء اللي ما بش له وجود. ايش علاقتك انت بهذا الشيء؟ لأنني الوحيد اللي يعرف مكانه. كلامك كبير يا غيلان. لو صح أنت جالس تساومني بشيء أغلى من عمرك. أنا ما أساومك، أنا أعرض صفقة تنفذ لي مهمة صغيرة وأنا أوصلك للمكان. سامعك، قل لي بس من الهدف. اسمه شداد، تاجر حلبة معروف بصنعاء، كل يوم محله مليان وأنا محلي فاضي كأنه مقبرة. تمام، حادث ولا بصمة؟ بالضبط، كل شيء يبان كأنه قضاء وقدر. تضمن أنك توصلني للموضوع بعد العملية؟ يضمن أنك تشوفه بنفسك، بس بعد ما يختفي شداد. بس لو طلعت كذاب ما بش جبل ولا سرداب يقدر يخفيك عني يا غيلان، تفهم؟ ولا تخاف يا موسى، بعد الليلة أنا وأنت بنوقع أساطير. ومن قرية نائية التي تبدو جميلة ورائعة من الأعلى، إلا أن عندما نقترب منها نجد النقيض تماما. السلام عليكم يا فالت. قلتك مخزن ومشدود اليوم، مش انت فالت؟ اضحك يا رجال. يا الله، خارجنا من الصبح مو قد معانا اليوم. هات لنا ب200 شقارة أي نوع، وحباب صغير، وعد حسبك نهاية الشهر لما عمي يحول لي. والله يا أخي نشتي نفتهن، عاد لو تدي لنا شوي كات، والله إنك عاد تختمني ختمة العمر، والله إنك لا تتجمل.
ما بوش. خلاص شقارة وبس يا أخي، وما على شقات والله يا أخي، رزق الله. هذا اللي يمحرف وخليها على ربك. برق البيبسي اللي عندك الأولى وبعدين شي نسيت. أنا غلطان إن أنا كلمتك، هذا وإحنا كنا أصحاب وجيران وأخو. عمك معه محل كبير عريض وبيس ربي وتجي تقول سلفنا عدشي تستحوا على نفوسكم ولا ماشي. يلعن اليوم الذي عرفتك فيه يا رجال، ما يقطع فيك لا عش ولا ملح. الله يلعنك. لؤي لا يدري ماذا يفعل، ففي كل مرة يغلق باب أمامه. لقد خاب ظنه في الجميع، يكتفي بأن يمشي شارد الدهن مطأطئا رأسه، لا يدري هل ما يراه حقيقة أم مجرد أوهام. يقول ما كان ليس فقطنا الماء. حرام لا انزل ادخل رجلي لقفك. يما يما يلعن ابو شكلك. افتح يا فتاة، كنت هتفصيني يا ملعون. يا باي وو اشبه معك انا. انزل يا فقير، انزل شيل حقك، الله ما حد يشتين. قد لك 10 سنين معلق البنت، صورتك من حق زواجك. على سنة الله ورسوله والمهر المتفق عليه. وأنا لؤي قبلتها زوجتني على سنة الله ورسوله. تنزل ولا الآن اصبر الآن. الله يلعنك، 10 سنين وأنا معلق ببنت الناس، وما قدرت لا أتحمل تكاليف الزواج ولا فتح بيت. أيوه غلقنا الباب. يا الله نحمدك ونشكرك يا الله. يا ابني طلعنا فوق السيارة. بابا بالسيارة مسرع ورانا قاس بيفحط. ما بيش يا ولدي، ما حد عيلاحقنا هذا الساعة. قبل هذا واحد من الصيال اللي بجسم مخزنين لآخر الليل. وبعدها يا ولدي من عايشتي مننا حاجة، أنا بطني فاضية والحمد لله.
خبير، نفذت المهمة بنجاح. بس كيف؟ أهم حاجة ما حد شافك. ولا تقلق، ولا بصمة ولا أثر وما بالشهود. ارتاح اطمن. يو والله انك رفعت راسي. انزل يا فقير، قد لك 10 سنين معلق البين، صورة أخ من حق زواجك. والله العمر فاتر، لازم انتحر، لازم تنتحر، لازم تنتحر. يلعن أمها بلاد، أش عاد استفيد لو عشت؟ الو، من معي؟ الو لؤي، معك مدير المستشفى. عمك مات، ما فيش له وريث غيرك، والامور كلها عندي. اقطب وتعال، لا تتاخرش دقيقه واحده.